هلو سلام. بيت نجيلة دونك مدربل. اليوم الروسيت متاعنا زمنية من قاع الخابية، روسيت ماما الله يرحمها وينعمها. هذه قصيدة البيت نجيلة هوني دي غونديل، ماهمش خشين وماهمش جويدين باين. ولهنا خليتهم في الكسكاس متاعهم وملحت باش يسيب الماء متاعو. خلينا البيت نجيلة على جنب تسيب الماء متاعها، وهوني في طنجرة حطينا شوية زيت وباش نزيدو معاها البصل، حطينا بصلة متوسطة وباش نزيدو مع البصل شوية ملح. دونك حطينا الزيت والبصل وحطينا الملح، ومع هذوما الكل باش نزيدو كعبتين طماطم مرحيين، وباش نزيدو مع الطماطم المرحية هذيك مغرفتين طماطم معجونة، مغرفتين متاع قهوة مش كبارة، نشكشكهم بالكدا مع بعضهم وباش نفوحو توا لو فامو تبل وكروية. انا طنجرتي مدفوح كان بالتبل والكروية، ولهنا زدت فلفل احمر حار بحكم ما عنديش الهريسة. حطيت الحمص خليتهم يتشكشكوا بالكدا مع بعضهم، باش نزيد طرف دجاج خاطر بنتي ما تاكلش الكعابر متاع اللحم، وعندي كعبر لحم مفروم بقري حطيتهم. تنجموا تحطوا اي نوع لحم تحبوه نتوما، لحم دجاج سكالوب اللي تحبوا نتوما. لهنا مرقت طنجرتي غميت كل شيء بالماء وخليت الصوص تيب في عقلها ديجا ما تاخذش برشا وقت. راه انتر طون مشيت للبيت نجيله متاعي ديجا، شوفوا قداش سيبت ماء، ومشيت في زيت سخون حطيتها تتقلي وخليها تتقلي من جهتين. شوفوا كيفاش محلاها دوغي وليت. ريحة البيت نجيلة مقلية حاجة مش عادية بالحق، تشهي. ردوا بالكم من الزيت بالطبيعة. هنا الصوص متاعي حضرت، باش نزيدها مغرفة خل أبيض، وديجا أنا حطيت قراينين فلفل أخضر رميتهم مع الصوص تحريكة خفيفة. وتوا نرجعوا لك البيت نجيلة متاعنا باش نسقطوها بشوية في هيك المرقة اللي طيبناها باش تاخذ غلوة صغيرة وتشربك الصوص هذيك الكل. اما حالا مش باش تشربها الكل هي، اما باش تشرب كمية منها. في الاخر نزيدو مغيرفة فلفل اكحل، وهذا اختياري راوة، يعني تحب تحط فلفل اكحل حط، ما تحبش. لهنا المدربل متاعنا حضر، ريحة وفيحة وبنة، فكرتني في ميمتي الله يرحمها وينعمها. حاجة بنينة برشا، وصفة زمنية من قاع الخابية. إن شاء الله عجبتكم وإن شاء الله تجربوها وتشجعوني. سلام.